ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنه وانتم طيبين وعيد اضحى مبارك عليكم يا رب. فيديو النهارده موجه للبنات البائسه اليائسه الوحيده اللي هتقضي العيد كله السنه دي نوم في اوضتها على السرير. في بنات منكم بتكون حابه كده ودي اجواء العيد بالنسبه لها، الانتخه والنوم، وفي بنات بيكون غصب عنها. فخليني اسالكم سؤال كده، هل انتوا العيد بالنسبه لكم فرحه ولا هو مجرد بيت بيفتح عليكم ذكريات ما بتحبوش تفتكروها؟ اننا دلوقتي وبسبب السوشيال ميديا فانتي مفيش مفر، هتفتكري يعني هتفتكري بسبب الاستوريهات والبوستات والفيديوز اللي بتنتشر. صلاة العيد مع خطيبي، او العيد ليا وانا في بيت جوزي، قضيت العيد السنة دي في المالديف. طبعا طبعا الله يسعدكم كلكم ويهنيكم ويمتعكم، بس يا ريت ما تنسوش ان في بنات وشباب زيهم زيكم بيتفرجوا وبيكونوا وبينفسهم انهم يكونوا مكانكم او كانوا مكانكم السنه اللي فاتت، والسنه دي الظروف والاشخاص اتغيرت فما كانش ليهم نصيب من الفرحه. انا ما بقولش الناس تبطل تتبسط وتخرج وتتفسح، لا طبعا. كل اللي في ايده المقدره او عنده الاوبشن ان هو يمتع نفسه ويسعد نفسه يعمل كده ويرفه عن نفسه وما يترددش. اي حد هيقول لكم كلام عكس اللي انا بقوله ده هيبقى ما بيحبش الخير ليكم وباصص للي في ايدكم. لو انت السنه دي ما كانش ليكي نصيب انك تخرجي او تسافري او تتفسحي او ايا كان، هل تكتئبي وتقضي العيد في نكد وقرف؟ لا طبعا، امال انا رحت فين؟ فانا جايه لكم بشويه افكار لذيذه وممتعه موت موت عشان نقضي العيد في البيت ونفرح وننبسط بأقل وبأبسط الأشياء والفعاليات. أولهم تجهيزاتك الشخصية للعيد. أنا عارفة إن كل البنات بتعمل كده وكلكم بتشتروا بيجامات وماسكات وميك اب وكل الكلام ده، بس في بنات ما بتعملش كده، سواء لظروفها المادية أو مكتئبة وما عندهاش طاقة إنها تجهز أي حاجة. وانت ظروفك المادية السنة دي مش سامحة، عادي يا بيبي، بيجامة من عندك بتحبيها اغسليها وظبطيها، ومش لازم تشتري ماسكات، اعملي من البيت ده لو متاح. مش لازم ميك اب جديد، هو صباع روج هيظبط لك الدنيا كلها، هيمشي اي شادو وبلاشر وروج واحلى ناتشورال لوك للعيد وهتبقي مزه. اما لو انت بقى مكتئبه فقومي يا بت طلعي القرشين اللي معاكي واصرفيهم وانزلي هاتلك بيجامه على شويه ماسكات وميك اب وبادي سبلاش جديد وعيطي باقي الشهر عادي. هو العيد يعني بيجي كل قد ايه؟ متعي نفسك ودلعي نفسك يا بت، وفكي كده ما تبقيش كئيبه، احنا في ايام مفترجه يعني. تاني حاجة الشاور اللذيذ اللطيف بتاعك، واعمليه لو انتوا مش شفتوش الروتين اللي انا كنت منزلاه العيد اللي فات، فانا هسيب لكم اللينك بتاعه في الديسكريبشن تحت، تدخلوا تشوفوه. بسيلي البيجامه واطلعي دلعي لي شعرك، عاوزه تكويه، عايزه تشوريه، عايزه تستكفي بانك تنشفيه وتسرحيه تسريحه كيوت ولذيذه. اما لو البريود فاجئتك فدي فرصه عظيمه انك تدلعي اظافرك بالمانيكير، انتهزيها فرصه بقى. تالت حاجه طبعا عادي، يعني البيت متنضف ومتروق واوضتك نظيفه ومتعطره ومتروقه، فزيني البيت او ركن صغير في غرفتك كده بديكور بسيط. ممكن تشتريه وممكن تعمليه بنفسك بما اننا في عيد الاضحى، فهتلاقي فيديوز كتيره جدا على يوتيوب لافكار كتيره ممكن تعملي ديكور على شكل خروف مع بوستر تهنئه، تكتبي مثلا جمله عيد اضحى مبارك وهكذا وتلونيها وتزيني حيطه كده صغنططه في اوضتك، هتخلي في اجواء لذيذه قوي وهتخليكي تحسي بالعيد. اقول لك مش لازم تزيني اصلا لو مش عايزه، عادي. العيد مش هيسيبك ويخبط على بيت جيرانك عشان هم زينوا البيت وانتي لا. فعليا معانا بقى وهي البيجامه بارتي. غسلتي البيجامه وانتي اشتريتي بيجامتك، جمعي بقى اصحابك اخواتك اهلك او حتى لوحدك، اعملي بيجامه بارتي لذيذه لطيفه كده في اوضتك. جمعوا جيبوا سناكس فشار عصاير بتحبوها، وهاتوا العاب زي الكوتشينه والسلم والتعبان او اي لعبه جماعيه اونلاين، او شغلوا فيلم كرتون بتحبوه واقعدوا سهروا عليه مع بعض. ممكن كمان تطلبوا اكل من بره، او لو حابين تقفوا مع بعض وتشوفوا اكله وتحضروها مع بعض. متنسوش انكم تصوروا فعالياتكم دي عشان هتكون ذكريات حلوه قوي هتحبوا تتفرجوا عليها بعدين. اما بقى لو صحابك بعيد عنك ومش هتعرفوا ان انتوا تتقابلوا، فاعملوا جروب واتفقوا ان انتوا تشاركوا فعالياتكم سوا مع بعض، واتفقوا تشاركوا اتفقوا ان انتوا في وقت واحد كلكم اعملوا نفس الحاجه وتصوروا وتشاركوا بعض. وممكن مثلا تفتحوا فيديو كول وتتفرجوا على فيلم سوا او تلعبوا اونلاين مع بعض. الفعاليات دي هتخلق جو لطيف قوي وهتقضوا وقت حلو قوي مع بعض وسهره لطيفه. فعاليه رقم 5
لو هتقضي العيد لوحدك في البيت ممكن تعملي كل اللي انا قلته فوق ده عادي جدا. انبساط مش مقتصر بس عن انتي معاكي صحاب حواليكي ومعاكي ناس حواليكي ولا لا، ده حتى الاطفال بتعرف تبسط نفسها بنفسها لوحدها وبيخلقوا جو لنفسهم لذيذ وممتع جدا. فليه لا؟ زي ما قلت ممكن تعملي اي حاجه من اللي انا قلتها فوق دي، او تشوفي وصفه لحالة جديد وتجربيه، او تتجهزي وتجهزي ديكور بسيط تصوريه وتعملي ستوريز، او تتصوري وتعملي فيديوز وتحتفظي بيهم لنفسك، سواء بقى بلبس العيد او بالبيجامه اللي انتي لبستيها او فعاليات. انزلي وقت صلاه العيد حتى لو لوحدك، وحتى لو مش هتصلي، وعيشي وشوفي الاجواء وصوريها. صباحيات العيد والاجواء والتكبيرات والشوارع بتكون مختلفه وفيها روح مش موجوده في الايام العاديه، فاستغلي الوقت ده وانزلي بقى فعاليه معانا. جربي اعملي فلوجز كامل عن الفعاليات اللي هتعمليها في الوقت ده، حتى لو مش هتشاركيها مع حد عادي خليها لنفسك، بس هتكون فكره جديده ومختلفه، وخصوصا لو انت مجربتيش تصوري قبل كده. بعد ما الايام دي تخلص هتحبي ان انت تتفرجي عليها وتستعيدي ذكرياتك. اخر فعالية بقى لو بتحبي القراءة، هاتي كتاب جديد او حتى شوفي اونلاين واعملي جو هادي كده مع نفسك. شوفي انت بتحبي تقري الصبح ولا بالليل على حسب مودك، ظبطي الاجواء دي. يعني لو بالليل مثلا هاتي كاندل، مش لازم تكون عطرية، يعني عادي جدا، اللي هي الشمعة معرفش والله العظيم بقت بكام دلوقتي، بس هي الشمعة العادية بتاعت زمان اللي كانوا بيذاكروا عليها دي، ممكن تجيبيها وتشغليها واعملي اي حاجة تشربيها وطفي النور وعيشي. تقريبا دي كل الفعاليات اللي تقدروا تعملوها من غير تكاليف كتير، وفي افكار كتيره وفعاليات كتيره جدا، ولكن انا حبيت اختار ابسط الحاجات اللي تقدروا تعملوها في البيت لوحدكم من غير اي تكاليف، عشان ما يكونش ليكم حجه انكم تقضوا العيد في اكتئاب وزعل وحزن. وعلى فكره مش لازم ابدا تعملوا كل اللي انا قلته ده او حتى يتعمل في يوم واحد، لا ده ممكن يتعمل منه حاجه واحده كل يوم على مدار اجازه العيد كلها، وممكن ما تعملوش خالص عادي جدا، اللي يناسبكم واللي يريحكم. دي بس مجرد افكار انا حبيت اشاركها معاكم وبس. واخيرا العيد مش بس للخروجات والسفر، العيد حالة جواكي انتي، لو عرفتي تخلقي الحالة دي لنفسك يبقى انتي عيدتي. وبس كده، ما تنسوش تقولوا لي ايه اكتر فعالية حبيتوها، ولو هتعيدي في البيت هتعملي ايه منهم، وشاركوني خططكم وفعالياتكم. والعيد الجاي ان شاء الله نكون بنحتفل بالعيد في مكان جديد كلنا سوا. وبس كده، اشوفكم في فيديو جديد، كل سنة وانتم طيبين، سلام عليكم.